السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدي الفيديو ويانا بالصلاة على محمد وآل محمد. هنا نبدي نسوي طرش شوندر. أول شي أنا سلكت الشوندر نص سلقة، وضفت وياه ملح، وبعد ما بعد ما انسلق نص سلقة صفيته، وهنا أحطه بحافظة، ومن أفرغه بالحافظة أبدي أحط فوقه الإضافات. طبعا سويت بهذا اليوم عدة شغلات، إن شاء الله أشوفها كلها لكم. وإن شاء الله تستمتعون بقناتي. ضفت فوق الشوندر ليمون، حوالي عصرت 3 ليمونات فريش، وضفت فوقه خل أبيض. هذا هنا ضفت المي شوندر، مي السلق وخل أبيض، حوالي ضفت استكان واحد من الخل الأبيض على مود ينطي حموضة، الحموضة كلش طيبة للطرشي مال الشوندر. طبعا أحاول أغمسه كليته، وأحطه كله، أحطه بالثلاجة، ثاني يوم نقدر ناكل من عنده. هسه نبدي نسوي عشاء. سويت اندومي بطريقة صحية. طبعا اني الاندومي نهائيا ما احط البهارات مالتها، فقط استخدم النودلز شو اسمه اليابسة. البهارات مالتها انا يعني اعتبرها غير صحية، لذلك ما استخدمها للاطفال. اول شي حطيت زيت وحمست المعجون كلش زين. انا اسويها، احنا الجهل كلش يحبوها حمرة. احمس المعجون حمسة زينة، وراها اضيف المطيبات، اضيف ماجي دجاج، واحمسها زين، وراها اضيف سوب لحم. طبعا احاول اسويها بطريقة صحية، واضيف صاص باربيكيو، اضيف دبس الرمان، احاول اسوي صلصة طيبة، واضيف مي، واضيف الاندومي، واخليها تستوي على راحتها. هنا أنا بعد ما ضفت الاندومي اقبغ الجدار، وعلى نار هادية. هنا أنا سويت 6 ربس دجاج. طبعا هذا حاضر، مو أنا سويته، بس كلش طيب طلع. هنا الريحة فتشي كلش طيبة طلعت، وهذا عشانه سهمكم العافية.